السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا أغلى الأحباب. اليوم جيتكم بفكرة مشروع الدار الكهربائية لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي. فقمت بصنع علبة من الكرتون وتغليفها بالورق، وأحضرت المكونات الدار الكهربائية التي تباع عند أصحاب المكتبات في أي مكتبة متوفرة، بثمن بخس، يعني رخيص جدا، 29 ألف هنايا في الجزائر عنا. قادر تلقاوها أقل، قادر تلقاوها أكثر. كما تلاحظون، قاطعة، أسلاك، مصباح، بطارية، وعندي أيضا المحرك. أنا باه نبينو بلي التجربة تاعنا راهي صحيحة، نقوم بتوصيل الأقطاب بالمصباح، فنلاحظ توهج المصباح كما تلاحظون. وهنا دور القاطعة أنها تقطع لنا التيار الكهربائي بكل سهولة. نعم، لنضمن عمل جيد نقوم بتلصيق كل المكونات أو تركيبها أو تثبيتها بالأحرى بالمثبت بالكولا أو البيستولي اللي عندك. هنا يثبت المصباح الفوق، بطارية، الأسلاك، هنا المحرك والقاطعة. الآن نقوم بالتجربة على المحرك كما تلاحظون. المحرك يعمل، فنلاحظ تحرك المروحية، وعند قلب الأقطاب نلاحظ تغير دوران المروحية إلى العكس كما تلاحظون هنا. نتمنى أني فدتكم ولو بالقليل. هذه تجربة شاركتها معكم، يعني صنعتها لولدي ربي يحفظه لي، وهو كان مشارك معي في هذا العمل. نتمنى تجربوها لولادكم وتعززوا ثقافة الاكتشاف والتعليم. نتمنى منكم الإعجاب وسبسكرايب وتعليق شباب كيفكم.